السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا وجبه عشاء اولا سحور سهله ماهله دغيا كتوجد. هنا غادي ناخذوا البطاطا اللي غنقطعها بهذا الشكل هذا، تكون البطاطا اللي تكون مقطعه بشكل كبير. كنديروها في الماء مع شويه ديال الملحه ونخليوها كتسلق، غير كتطلع معها الغليه، ماشي كنخليوها حتى كتهرى، وانما غير كتطلع معها الغليه بهذا الشكل هذا. كنصفيوها ونخليوها على جنب. في مقله كندير شويه ديال الزيت، نضيف ليها البواغو، نخليه هذا البوارو هذا يتشحر مزيان ضروري باش هكذا كتطلق التنسيمه ديالو مزيانه، مع شويه ديال الثومه بطبيعه الحال خليتهم تشحروا. وغادي نضيفوا الكفته. هنا بالنسبه للكفته الكميه كتبقى لكم، انا استعملت 250 غرام. كنحاولوا هنايا نفرتسوا مزيان هذيك الكفته، ما نخليوهاش قطع اللي هي كبيره. من بعد غادي نضيفوا التوابل. هنا عندي الملحه، البزار، شويه ديال الكمون، التوابل الخاصه ديال الكفته، وشويه ديال البابريكا اولا الفلفله حمراء. غادي نحاولوا نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم صافي، ونخليو الكفته ديالنا حتى كطيب. منين كطيب بهذا الشكل هذا كنضيفوا الدنجال اللي كيكون مشوي. هاد الوصفه هذه كتجي لذيذه، اولا هاد الحشوه هذه كتجي لذيذه بزاف. صافي كنخلطوا المكونات مزيان صافي، وكتكون الحشوه ديالنا جاهزه. خديت هنايا هذيك البطاطا اللي كتكون تسلقات نص سلقه، كنضيف ليها هنايا التوابل. هنا عندي الثومه غبره، عندي شويه ديال لي زيرف دو بروفونس اولا يعني الاعشاب منسمه، عندي البزار، هنايا عندي شويه ديال الزعتر اولا الزعتره، ونضيفوا شويه ديال الملحه، وبطبيعه الحال غنضيفوا الشونيه اولا الفلفله حمراء، نضيفوا هكذا واحد المعلقه صغيره. وصافي هنايا غادي نضيفوا الزيت. هنايا رشيت مزيان الزيت عليها، تقريبا واحد 2 معالق كبار الا جينا نحسبوا غير هكذا. نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيتخلطوا، وكنديروها في الصفيحه ديال الفرن، نغطيو عليها بالورق وندخلوها حتى كتشوى بهذا الشكل هذا، يعني كطيب. كناخذوا هنايا الليمون اللي غادي نديروا فيهم هاد الوجبه هذه، سواء مولات كبار اولا مولات صغار عفوا اولا مول كبير. كنديروا البطاطا هي الاولى، كنزيدوا فوق منها هذيك الكفته اللي كنكونوا مشحرينها فوق منها بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نزيد شويه ديال الجبن من الفوق، وغادي ندخلها للفران. المكونات كلهم اللي عندنا راهم طايبين ديجا، يعني كلشي طايب، فقط غادي نزيدو غير شويه ديال الجبن باش هكذا كيذوب لينا فوق هذاك الكفته صافي. وكنخرجوها، يعني الطريقه ديالها سهله ماهله، كتجي لذيذه بزاف. وكما لاحظتوا يعني حتى البطاطا صحيه، يعني درناها في الفران ما قليناهاش. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. جربوا هذه الطريقه هذه كتجي فعلا رائعه. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.